المطعم ده عمل حركه واحده بعدها بقى زحمه جدا وكل الناس نفسها تجربه. كان في مطعم سي فود كنت باكل منه لما كنت في الرياض، والاكسبيرينس بتاعته في الاكل كانت مميزه جدا، فلما نزلت القاهره بدات ابحث عنه ولقيته فعلا، وكان من اكتر المطاعم اللي كنت بزورها مع اهلي كل فتره. والغريب ان كان دايما يبقى فاضي على عكس فرعه في الرياض. وفي مره وانا رايح المطعم ده بفتح جوجل مابس بسيرش على اسمه، لقيت حاجه غريبه جدا، لقيت مطعم تاني بنفس الاسم تقريبا. وساعتها احترت انه فيهم الاصلي اللي كنت باكل منه في الرياض، وقلت اتاكد من تقييمات جوجل انه منهم الاصلي. لقيت الاول اللي كنت بروحه واخد اكتر من 700 تقييم كلها تقريبا 4.2، فقلت تمام حلو. لكن الصدمه جات لي لما شفت المطعم الثاني اللي انا ما جربتوش قبل كده، لقيت التقييمات اكتر من 3000 تقييم ومتوسط 4.7. فساعتها خدت القرار ولفيت العربيه وقلت هروح اجرب المطعم الثاني كده وهشوف هكون عامل ازاي، نفس الاكسبيرينس ولا لا. ولما وصلت لقيته فعلا شبه الاولاني في كل حاجه، تقريبا تحسهم براند واحد. بس هنا بقى لقيته زحمه جدا. بعد ما جربته ما كانش زي المتوقع والكميات فيه كانت قليله شويه. وبعد ما خلصت الاكل عرفت هنا سر المطعم، لقيت بنت جايه تقول انا موظفه خدمه العملاء وجايه اعرف تقييم الاكل، وبعدها فتحت لنا QR كود وطلبت مننا ان ندخل نعمل تقييم على جوجل مابس. طبعا كالعاده الناس لسه مخلصه الاكل حالا وشبعانه، معظمها هيتشجع يدخل يعمل تقييم. ومش بس كده، بعد ما حاسبنا وخدنا الفاتوره البنت قالت لنا الفاتوره دي هتديكوا خصم 15% على الكافيه اللي قدام المطعم. ودي حاجه حلوه عشان انت بعد ما بتخلص اكله تقيله زي كده محتاج تحبس بكوبايه شاي او قهوه. حركه بسيطه زي كده واهتمامهم بتفاصيل خلتهم اشهر وازحم من البراند الاولاني مع ان جودتهم اقل. بعد القصه الجميله دي تفتكر بقى مين بيبيع اكتر، الاشهر ولا الاشطر؟